السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس عبد العزيز سليمان، ودي قناة مؤسسة سلام من بين الأسماء الزراعية. أهلا بيكم في الحلقة ديت، وحلقة قوية جدا جدا جدا، لأننا هنقارن بين 4 منتجات اللي هو البلس والأطلانتس والأكسيال والأسوليو. هنعمل مقارنة كده سريعة، وإزاي كل منهم بيشتغل على النبات أو العفشاء بالتحديد يعني. يلا بينا نبدأ الفيديو. اهلا بيكم مره تانية. اول قاعده معانا، ارضك ما فيهاش غير دي القط وزمير، يبقى ما فيش غير الاكسيال. هترش الاكسيال ده وانت حاطط رجل على رجل، ده باشا ده متخصص في الرفيعه وامن جدا جدا على القمح. طيب الاكسيال ده برضو خلي بالك ان هو ما بيجيبش العريضه، يعني زي الكبر زي الخبيزه زي الرجله، ده بيجيب دي القط والزمير والرفيعه بس. طيب انت دلوقتي عندك كبر كتير مع الزمير، يبقى هترش البلس. البلس ده غول في الكبر، بيفرتك الكبر والزمير سوا في رشة واحدة. طيب بقى لو انت عندك خبيزة ورجلة كتير مع دي القط والزمير برضو، يبقى الحل عندك في الأسوليو، وده الدبابة اللي نازلة مخصوص عشان تفرتك الخبيزة والرجلة والزمير ودول القط، وما بتسميش عليهم. طيب ولو انت بقى عندك كوكتيل حشيشة، كبر خبيزة رجلة ديل قط زمير كل حاجة، بس يعني بكميات خفيفة، يبقى الحل عندك في الأطلانتس. الخلاصة، لو انت عندك رفيعة بس هترش الأكسيال. طيب لو انت عندك دلوقتي كوكتيل صعب، يبقى عليك بالأسوليو والبلس. طب انت عندك كوكتيل بس يعني خفيف شوية، هترش الأطلانتس بيجيب كل حاجة وممتاز جدا. كان معكم المهندس عبد العزيز سليمان، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتعملوا شير للفيديو، ومع السلامة.